السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنكمل على الفيديو اللي فات عملنا شوية حاجات بسيطة كده، أو مش بسيطة يعني، عملنا شوية شغل الفيفوريتس، وعملنا قصدي البرودكت، صفحة البرودكت، وعملنا ريموف فروم برودكت، وعملنا صفحة البروفايل، وعملنا ريفاكتور كويس جدا في الحاجات الخاصة بالجزئية دي. والدنيا الحمد لله مشيت كويس. الفيديو اللي فات غلطنا شوية وصلحنا، مفيش أي مشكلة. طيب دي صفحة البروفايل. أنا عايز أعمل إيه في صفحة البروفايل؟ صفحة البروفايل هتشيل أول حاجة يكون في صورة كده مثلا معينة لليوزر، أفاتار كده، أي صورة. بعد كده هيكون مثلا هيشيل اسم اليوزر ده والإيميل بتاعه، وهيعرض بعد كده هو عنده كام منتج خاص بيه. حاجة بسيطة كده، بعرفك السيناريو بتاع البروجكت الكامل، بيكون في صفحة البروفايل والديتيلز بتاعت البروفايل والحاجات دي يعني. طيب هنيجي هنا لصفحة البروفايل. فين البروفايل؟ أنا أصلا في صفحة البروفايل ما شاء الله عليا. هنيجي هنا كده، أنا مش محتاج الحاجات دي خالص، مش محتاج خالص كده ده. وهنا أقول له بروفايل بيج بمنتهى البساطة كده. هيشيل أول حاجة الإيمج بتاعت اليوزر نفسه، وليكن الصورة هتكون صورة ديفولت. دلوقتي اخش جوه الايمجز واجيب ال جبت صورة اسمها افاتار دوت جي بي جي، وهنديها طبعا كلاس هسميها يوزر افاتار. وبعد كده هشيل ال H2 مثلا، فيها النيم طبعا هديله اي دي، هقول له اليوزر او النيم بتاع اليوزر، ماشي، اليوزر نيم بالشكل ده، او ممكن نخليها كلمة على بعضيها مفيش اي مشكلة. اليوزر نيم، هنا هكتب اليوزر نيم، وبعد كده عندي باراجراف الاي دي هياخد الايميل بتاعه. كل ده موجود في اللوكال ستورج الداتابيس بتاعتنا. وبعد كده هيكون في العدد المنتجات بتاعتي، باراجراف تاني هسمي مثلا برودكتس لينس، البرودكتس اللي انا عملتها، عدد البرودكتس اللي انا عملتها. وبعد كده هيكون في ايه تاني؟ لينس، برودكت لينس، اكتب كده مثلا برودكت لينس، وهنا هعمل سبان هحط فيها البرودكت لينس بالشكل ده. وبعد كده هيكون في زرار بسيط خالص اللي هو هيكون هيوديني لصفحة الايديت بروفايل دوت اتش تي ام ال. هنا ايديت بروفايل بالشكل ده. بس كده تمام جدا جدا. نركز مع بعض عشان هنا هسيب لك تاسك احنا عملناها موجودة اصلا في الكود، هسيبها لك انت تعملها بنفسك ان شاء الله. طيب محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نروح هل انا محتاج الكارت منيو بصفحة البروفايل؟ طبعا محتاجه. هنعمل هنا سكريبت سورس جديد، هيكون في صفحة البروفايل دوت جي اس، يخش جوه الجي اس يجيب منه البروفايل دوت جي اس. هعمل هنا بروفايل دوت جي اس. البروفايل دوت جي اس ده هيجيب ايه؟ اول حاجه محتاج امسك الحاجات اللي موجوده في اللوكال ستورج. فاول حاجه اقول له هات لي اليوزر نيم لوكال ستورج دوت جيت ايتم اللي اسمه يوزر نيم. كان اسمه ايه طبعا مش فاكر. هنعمل نسبكت كده ونخش على الابليكيشن ونخش على الابليكيشن تاني، وعندنا اليوزر نيم وعندنا الايميل. تمام، اليوزر نيم والايميل زي ما انا كاتب بالظبط. هجيب هنا برضو الايميل وجيت ايتم الايميل. بس كده. وهاجي اقول له ده كده انت جبت الحاجات get data from local storage. بعد كده محتاج اجيب امسك ال variables بتاعتي اللي هي دي يعتبر variable، بس دي يعتبر variable، بس محتاج برضو اجيب ال variables الخاصة بتاعت ال HTML يعني. فانا اقول له let هنا اليوزر بيساوي ال document دوت جيت element by id. جيت element by id اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه برضو يوزر نيم.
ونفس الكلام جيت الين باي دي اللي اسمه ايميل، هعمل هنا مثلا يوزر ايميل بالشكل ده ويوزر نيم بالشكل ده كأسماء يعني مختلفة. هنا بس ممكن اخليها يوزر بدل يوزر نيم، هنا يوزر ايميل ماشي. وبعد كده خلاص هحط اللي انا جبته ده جوه الحاجة بتاعت اليوزر دي، فاقول له بمنتهى البساطة اليوزر دوت انر اتش تي ام ال حط لي فيها اليوزر نيم، واليوزر دوت او اليوزر ايميل دوت انر اتش تي ام ال حط لي فيها الايميل بالشكل ده. وهنروح للستايل بروفايل خلاص كده مية مية. هنروح للستايل بتاعنا، هننده الصورة اللي اسمها يوزر افاتار ستايل طبعا. هننده الصورة اللي اسمها يوزر افاتار، هديها يا دوبك ويتس مثلا 250 بكسل، ممكن يكون كبير شوية بس قشطة. الهاي بتاعنا هيكون برضو 250 بكسل. هخلي الصورة شكل دايرة يبقى بوردر راديوس عادي، هو هيكمل لي اهو 50%. ونعمل مارجن كده للصورة 10 بكسل من فوق ومن تحت يمين وشمال مش عايز. ونجرب الكلام ده، هعمل هنا ريفرش هلاقي الصورة تمام. نسيت طبعا الكونتينر حتى يشمل هذا الكلام div دوت كونتينر، وهحط فيه الليلة دي كلها. وهعمل هنا ريفرش واقفل الباشا ده، هلاقي الدنيا ضربة تمام. ايه هي المشكلة؟ اليوزر نيم has been already declared في البروفايل. هنا انا من منادي طبعا اليوزر ده منادي عليه خلاص تمام. خلينا نعرف ده اليوزر جيت يوزر بالشكل ده، وهنا جيت ايميل بالشكل ده عشان الحاجات دي متعرفة قبل كده. وهنا اليوزر دوم واليوزر ايميل دوم، الحاجات دي كلها متعرفة في الهيدر نفسه يعني في الحاجات دي تمنادي اليوزر وكده واليوزر نيم والحاجات دي طبعا عشان انت كلهم هنا في البروفايل حاططهم كلهم تحت بعض عشان اليوزر فايل اليوزر ده في اليوزر انفو واليوزر دوم واللينكس والحاجات دي واليوزر نيم، فالحاجات دي متعرفة قبل كده، فانت لازم تجيب حاجات مش يعني اسماء تانية يعني. فانا طبعا هاجي في البروفايل اليوزر دوم ده موجود قبل كده، خليها يوزر دوم 2. اليوزر دوم 2 هيتحط فيه اليوزر نيم اللي هو الجيت يوزر، والجيت ايميل اسمه يوزر ايميل دوم بالشكل ده. ونسيف كده ونعمل ريفرش، هلاقي ان الدنيا هنا كده ريفرش تمام. الدنيا اشتغلت معايا، اليوزر نفسه النيم واليوزر ايميل والبرودكت لينس. عايز اجيب البرودكت الخاصة بيا، فانا محتاج امسك كل البرودكتس الاول، فاقول له ليد برودكتس بيساوي لوكال ستورج، خلي ده فوق كده برضو لوكال ستورج دوت جيت ايتم كل البرودكتس، والله لو موجودة هاتها، لو مش موجودة هات في الفايل الداتا. اتعودنا على اللوجيك ده كذا مرة. البارس اهو لو مش موجودة هات لي اللي في البرودكتس دي بي بالشكل ده دي بي تمام كده. انا عايز اقول له عايز اجيب الماي برودكت، ليت ماي برودكتس بيساوي البرودكتس نفسها دوت فلتر الاي، بحيث ان الاي دوت اي دي بيساوي قصدي الاي دوت از مي بيساوي اليس، فهيجيب لك الماي برودكتس. هاجي هنا اقول له همسك اللي هو فين، اللي هو ده، محتاج امسك الاي دي بتاع البرودكت لينس ده، هقول له كده let product lens get element. للاسف هقول له query selector ليه؟ عشان دلوقتي هجيب الاسبان اللي جوه الايتم ده واخد اي دي، هات الاسبان اللي جواك. خلي لي الانر اتش تي ام ال بتاعها هيكون بيساوي الماي دوت انر اتش تي ام ال. حط لي جوه البرودكت لينس ده عباره عن الاسبان انت ماسكه، اكتب لي جواه بقى اللينس بتاع البرودكت نفسها. بمنتهى البساطة هعمل ريفرش، أنا عندي يا دوبك منتج واحد بس، لو مش موجود هيقول لي اللينس بصفر، ما عنديش منتجات خالص. أنت ممكن تعمل لوجيك هنا تقول له والله لو الماي برودكت وتلينس بصفر ما تعملش حاجة. ممكن أقول له كده مثلا if ان الماي برودكت
دوت لينس بيساوي صفر، اعمل لي ان الباشا ده، او مش الباشا ده، هقول له ده كده. ثانية واحدة، هقول له كده لو هو مش بيساوي صفر اعمل كده، لو بيساوي صفر هات لي الباشا ده زي ما هو كده، بس المرة دي هقول له دوت ريموف، ان انت شلته خالص من الصفحة بتاعتك. هو في الحالة دي فيه، فخلاص هيكتب لي هنا، لو مفيش هيسيب لي البرودكت لينس ده، الحتة دي كلها هيشيلها لي خالص. طيب الايديت بروفايل، هنعمل صفحة الايديت بروفايل، ونعمل برضو سكريبت الايديت بروفايل، edit profile دوت جي اس، قصدي دوت اتش تي ام ال الاول، وهنعمل في الجافا سكريبت edit profile دوت بروفايل، كاتبها صح اعتقد، دوت جي اس. كلام حلو جدا، يبقى انا عملت الصفحة وعملت الجافا سكريبت الخاص بيها. طب الصفحة، اجيب اي صفحة دلوقتي، كجيت برودكت ده هاخدها كوبي كده، احطها في الايديت بروفايل، محتاج الكارد منيو ومحتاج الايديت بروفايل، وهنا هيكون في ايه، هيكون في فورم كالعادة، نسميها edit بروفايل فورم، وهنا هخليها edit بروفايل بيج. الفورم هيكون فيها ايه، هيكون فيها نفس الكلام. خلي بالك انا هسيب لك التاسك بتاعتك، الا وهي صورة الافاتار، الا وهي صورة الافاتار انت اللي هتعملها المرة دي. ان احنا في صفحة الايديت بروفايل هيكون في عندنا انبوت هنا، نفس فكرة بالظبط الكرييت برودكت، اللي هو هيكون فيه انبوت ترفع فيه الصورة وتحولها للبيز 64. خد الفانكشن زي ما هي كوبي بيست، بس حاول تعملها لوحدك قبل ما تاخدها كوبي بيست. انا هعتبر ان الصورة زي ما هي، احنا فين في البروفايل اهو، هسيب الصورة بس هغير النيم والايميل بس هغير النيم والايميل مش اكتر. هنعمل كده ازاي؟ هاجي هنا اقول له اعمل انبوت، واخد اي دي اسمه تشينج نيم، طبعا عشان اسماء اتكررت كتير. التايب بتاعه هيكون تكست، وهيكون في ايميل تاني input type change ايميل بالشكل ده، وهيكون التايب بتاعه ايميل، وهيكون في input اللي هو السبميت بتاعنا، وهنا هيكون الفاليو بتاعته اسمه، يعني هيكون edit profile. تمام جدا، ناقص بس ندي شوية ستايل للحاجات دي. هروح للستايل، ممكن طبعا تعمل ستايل خاص بالصفحة دي بس قشطة. edit بروفايل، هات لي اي انبوت، خلي الويتس بتاعه يكون 100%، خلي لي الديسبلاي بتاعهم يكون بلوك، خلي لي يكون في مارجن ما بينهم كده بالشكل الاتي، مارجن بالشكل ده، مارجن 10 بكسل صفر. خلي لي الهاي بتاعهم يكون 40 بكسل مثلا. ماشي، هما يا دوبك. ريفرش كده، اخش على الايديت بروفايل، الاقي ورقه يندهش الايديت بروفايل فورم انبوت، اعتقد ما سيفتش مثلا في الايديت بروفايل ولا حاجه. ايديت بروفايل، لا، ده اي دي، انا اسف، كل مره غلطت برضو فيها في ما شاء الله عليك. ماشي، ادي الانبوت، هلاقي الدنيا تمام كده. اوكي، هنسيب شويه بليس هولدر، نقول له هات لي الانبوت اللي هو التايب بتاعك اللي بيساوي سبميت، اقول له لازم يكون شكل الماوس بتاعك يكون شكل الايد، والباك جراوند بتاعتك كالعادة هتكون اللون اللي هو 3 والكالر بتاع الكلام هيكون اللون الابيض بالشكل ده. ريفرش، كلام جميل. ممكن تشيل بوردر انت بقى، مفيش مشكلة. هنيجي في الايديت بروفايل، طبعا هيكون في بليس هولدر، او مش لازم بليس هولدر، كده كده هنجيب الحاجات اللي هو في اللوكال ستورج وهحطها تاني في الانبوتس هنا. فانا محتاج اجيب في الايديت بروفايل، هاجي لصفحة البروفايل لان اعتقد ان هي هاخد كده الدنيا دي، معلش كده سريعا. اول حاجة اجيب الجيت يوزر من اللوكال ستورج، وبعد كده اجيب الايميل، وبعد كده اجيب مش عايز البرودكتس خالص، هجيب اليوزر دوم ده اللي هو يوزر ايميل انبوت، يوزر
input ويوزر ايميل input. ده الانبوتس اللي هي الحاجة الخاصة بال دول، يعني مسكت الاتنين انبوت دول. والبرودكت لينس مش عايزه، احنا محتاجين نمسك اليوزر او الايديت بروفايل بي تي ان. انت هتساوي ايه؟ هتساوي دوكيمنت، اعتقد لسه ما جبتش ما اديتلوش اي دي ولا حاجه. ايديت بروفايل بي تي ان بالشكل ده، هاخدها كوبي واحطها عندي في هذا الزرار. او لا، انا محتاج امسك الفورم، سيبنا من الايديت خالص ده، انا محتاج امسك الفورم اللي هي ايديت فورم دي، اللي هي بالظبط كده ايديت فورم، ايديت بالظبط كده. تمام تمام كده، انا مسكت الفاريبلز. محتاج بقى اقول له اليوزر انبوت، خلي بالك طالما انبوتس يبقى فاليو، هات لي الجيت يوزر، وبعد كده اليوزر ايميل دوت فاليو. تمام. وبعد كده احنا محتاجين نعمل الايفنتس بتاعتنا. هنا هحط لسه ماشي دي السيتنج فاليو، setting values of input. وبعد كده هعمل الايفنتس بتاعتنا. ايه هي الايفنتس؟ ان انت تعمل سبميت على الفورم اللي هي الايديت فورم دوت اد ايفنت listener اللي اسمه submit. هتعمل ايه؟ هتعمل edit profile data. edit profile data عبارة عن function. اول حاجة اوقف prevent default بتاع الفورم نفسها. عايز تعمل ايه بعد كده؟ محتاج اجيب الداتا الجديدة، محتاج اجيب الداتا الجديدة واحطها جوه اللوكال ستورج، احطها جوه اللوكال ستورج. فانا اقول له اول حاجة لوكال ستورج دوت سيت ايتم اللي اسمه اليوزر نيم، هتسيته بايه؟ هسيته باليوزر انبوت دوت فاليو الجديدة، اليوزر انبوت دوت فاليو. ونفس الكلام الايميل بتاعنا هحطه باليوزر انبوت دوت اليوزر ايميل انبوت دوت فاليو. انت اللي عليك هتعمل ايه؟ هتجيب فانكشن اللي اسمها جيت بيز 64، ولما ترفع صوره تحط الصوره عندك في اللوكال ستورج، مثلا تقول له يوزر ايمج يو ار ال. تعمل هنا كده تاني انبوت جديد اسمه مثلا يوزر ايمج يو ار ال، واليوزر ايمج يو ار ال هتجيبها عادي خالص تسيف البيز 64 اللي هو اللينك الكبير قوي ده. وبعد كده لما تيجي للبروفايل، صفحه البروفايل نفسها، هيكون الصوره هنا، هتدي الصوره دي اي دي وتمسك السورس بتاعها وتحطه في الايمج نفسك هنا. نفس اللي احنا عملناه هتعمله بالظبط. فكر فيها وحاول تعملها، وان شاء الله تعملها بنسبة 100% بإذن الله. طيب خلاص كده انا حطيت الدنيا عندي، مفيش اي مشكلة. مفروض بعد ما يخلص ويعمل سيتنج للايتمز في اللوكال ستورج او في الداتابيز بتاعتنا، يروح لصفحة البروفايل تاني. فهقول له set تايم اوت كأنه بعت ريكويست يعني، ورجع بالداتا مثلا في 500 ملي سكند. هتعمل ايه؟ هقول له وديني على صفحة البروفايل ويندو دوت لوكيشن هيساوي البروفايل دوت اتش تي ام. خلينا نجرب الكلام ده ونقول بسم الله. عملت انسبكت، اكيد في ايرور منور هنا، هو اكيد بالظبط زي ما توقعت. عندنا ايرور جميل، كان نوت سيت بروبرتي فاليو اوف نل. حلو جدا. جيت اليمنت باي اي دي، انا ماسك اليوزر نيم. خلينا نشوف طبعا ايديت بروفايل ده احنا حطيناه هنا. تمام. هنا اسمه الاي دي اسمه تشينج نيم، والاي دي اسمه تشينج ايميل، انا جايبهم غلط طبعا. هنا اسمه تشينج نيم وهنا اسمه تشينج ايميل. هسيف واعمل ريفرش، جاب لي ياسر، معرفش يجيب لي الايميل، يبقى انا من دي غلط. اقول له هنا هات لي يا باشا التشينج، كاتبه غلط طبعا هنا. ريفرش برضو، لا حول ولا قوة الا بالله. input ايميل change ايميل فريش. تمام جدا، ادي جاب لي النيم وجاب لي الايميل 100 100. هغير ياسر ده اخليه مثلا تيست، واخلي الايميل تيست @test.com، واقول له edit بروفايل. خلي بالك الابلكيشن بتاعك لازم يحول اليوزر نيم، بدل ما هو ياسر هيخليه تيست. هقول edit بروفايل
خليها لي فعلا تيست، ووداني على صفحة البروفايل وجاب لي الداتا الجديدة الخاصة باليوزر اللي اسمه تيست. كلام جميل جدا، وهذا هو المطلوب اللي احنا محتاجين نعمله. هروح لصفحة التيست تاني، هي دي صفحة التيست، اقول له ايديت بروفايل. ناقص بس في ايديت البروفايل ان انت تضيف البلس، علامة البلس دي يعني اللي هو يعني الزائد بتاعنا. انا طبعا ما ضفتوش هنا، راح اجيبه من اي حتة طبعا. الزرار بتاعنا لصفحة الكرييت برودكت، هروح للايديت برودكت، هجيب الزرار اللي اسمه المنتج بتاعنا اللي انت بتكريت بيه، هحط هنا مفيش اي مشكلة، وهعمل ريفرش الاقي البلس هنا 100. دي صفحة ايديت بروفايل شغالة مفيهاش اي مشكلة. انت اللي عليك ان انت تعمل انبوت اللي هو بيتشنج الايمج بتاعتك. كلام جميل جدا كده. اعتقد الدنيا الابليكيشن بتاعنا اقترب الى النهاية. ناقص حاجة بسيطة، الا وهي فكرة اللانجوج، الا وهي فكرة اللغة. المفروض تعمل اللغة ازاي؟ اللي هي ان انت تعمل الموقع بتاعك يسبورت اللغة العربية، يسبورت العربي. يعني ان انت مثلا يكون عندي هنا مثلا اللانج مثلا ان واي ار، المفروض لو الموقع ده عربي يلف لي الدنيا كلها تبقى عربي، الموقع ده انجليزي يلف لي الدنيا كلها انجليزي. هنعمل الفكرة دي ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. اول حاجة محتاجين نهتم اول حاجة بالدايركشن، محتاجين نهتم بالدايركشن بتاع الموقع نفسه. فرضنا مثلا دلوقتي ان انا جيت عملت انسبكت هنا، وجيت عندي للبادي نفسه او ال HTML او البادي ايا كان، اقول له انت الدايركشن بتاعك هيكون ايه ده؟ الدايركشن بتاعك هيكون RTL بالشكل ده. الدنيا باظت؟ اه طبعا الدنيا باظت. ايه المشاكل اللي حصلت؟ ان مثلا المفروض الفلتر ده يكون هنا والمنتجات تكون ناحية اليمين والكلام ده. طب امشي ازاي؟ يعني المفروض اظبطها ازاي؟ قال لك في حاجه ان شاء الله لسه هنقولها قدام شويه في الدوره دي، حاجه اسمها البوست CSS. بيظبط لك من ضمن الاستخدامات بتاعته، بيظبط لك الدايركشن. بمعنى بيعمل ايه؟ يعني بيعمل اتي، فرضنا مثلا ان الجزئيه دي، فرضنا ان الجزئيه مثلا بتاعه المنتجات دي، ان هو بيجيب لك اول حاجه البرودكتس نفسها بيجيبها لك فلوت ليفت، المفروض يخليها لك فلوت رايت. فهو بيعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بيجي على الستايل كده، مش لازم خالص اعمل ستايل جديد للعربي وان كان ده افضل، تعمل ستايل للعربي وان كان ده افضل. خلينا نعمل نمشي بالاستراكشر. هقول له هنا ستايل داش RTL دوت CSS. بيعمل ايه هنا؟ بمنتهى البساطه بيجي يقول لك مش انت ضفت لل HTML تاج ال HTML، ده تاج ال HTML ضفت له دلوقتي الداير مثلا، انا هضيف له داير بيساوي RTL، نفس فكره الدايركشن RTL. فده دلوقتي في التاج، فانا عايز اقول له لو ال HTML او اي element عندك واخد اتريبيوت اسمه داير HTML، هكتبها ازاي؟ هكتبها كده، اي اتريبيوت واخد RTL الدايركشن اسم الاتريبيوت الفاليو بتاعته RTL. ده كده انت ماسك بالظبط اكنك ماسك تاج ال HTML. فانت هتعمل ايه بقى؟ انا هقول له كده لو ال HTML، لو الاتريبيوت بتاع ال HTML، لان ده اللي انا هضيف عليه الدايركشن ده، لو التاج ال HTML واخد اتريبيوت اسمه دايركشن والفاليو بتاعته RTL، هات لي منه الاتي، هات لي منه البرودكتس دوت برودكتس. مش ده، مش البرودكتس ده هو ابن او جوه ال HTML، فخلاص فانا اقول له هات لي البرودكتس، خلي لي الفلوت بتاعها يكون ناحيه الرايت، صح كده؟ تمام. وبعد كده هات لي البرودكتس فلتر، خلي لي الفلوت بتاعها يكون ناحيه الليفت، بس ما زال بقول له اي لما يكون الاتريبيوت بتاع تاج ال HTML RTL، اعمل لي الستايل ده فلوت رايت بالشكل ده. رايت، كاتب فلوت غلط، تمام. عايزين نطبق الحته بس دي، ودي نفس الموال اللي هنكرر عليه الموقع كله. هطبقها ازاي؟ هقول له بمنتهى البساطه اعمل لي انكلود للسكريبت او للستايل ده هنا كده. بعد الستايل ده طبعا عمره ما هيشتغل الستايل RTL، عمره ما هيشتغل. ليه؟ لان اصلا الدايركشن بتاعك لسه في ال HTML الدايركشن مش مكتوب، فاوتوماتيك LTR. فانا هاجي هنا هضيف دايركشن اقول له RTL وادوس انتر. ايه اللي حصل؟ بالظبط كده، ده المطلوب منك بمنتهى البساطه. ده يبقى فلوت ليفت مش فلوت رايت. فلوت هنا كده ستايل RTL، ده يبقى فلوت ليفت عكس عكيس يعني. واعمل ريفرش واكتب تاني الدايركشن
بيساوي RTL بالشكل ده. هتلاقي الدنيا معاك اتظبطت وبقت سكينة في الحلاوة والدنيا مية مية. طب نفس الكلام هنا هتيجي مثلا على الايمج دي، هي واخدة أي حاجة واخدة مارجن رايت هتعكسها، أي حاجة واخدة فلوت رايت هتعكسها، أي حاجة واخدة مثلا الباشا ده واخد واخد إيه اللي مخليه ناحية اليمين بالشكل ده، أعتقد الديسبلاي متهيألي أهو واخد تكست أونلاين رايت اعكسه تكست أونلاين ليفت، وهكذا هتمشي على كل الموقع بالشكل ده. طب انا عايز زرار يحول لي الموقع عربي وانجليزي، هو اللي يضيف لي الدايركشن ده. الموضوع بسيط، هاجي هنا في صفحة السكريبت، فين صفحة السكريبت، هقول له هنا مثلا function change direction مثلا. بتعمل ايه دي؟ بمنتهى البساطة بتجيب تاج ال HTML نفسه، بتجيب تاج ال HTML وتحط له اتريبيوت اسمه داير بالار تي ال. هكتب كده ازاي؟ هاجي اقول له انا عايز امسك تاج ال HTML، بكتب كده ازاي؟ بقول له دوكيمنت، دي صفحه ال HTML، عايز بقى تاج ال HTML بقول له كده دوت دوكيمنت اليمنت، دوت دوكيمنت اليمنت بالشكل ده. كده انت ماسك تاج ال HTML زيه زي تاج الباراجراف، بس لو عايز تجيب تاج الباراجراف اقول له هات جيت اليمنت باي اي دي اللي اسمه باراجراف، وهكذا. عايز تمسك تاج ال HTML بقول له كده بمنتهى البساطه. عايز تعمل ايه؟ عايز احط له اتريبيوت، سيت اتريبيوت اسمه ايه؟ اسمه اللي هيجي من هنا طبعا اللي هو الداير، ايا كان الداير اللي هيجي. هقول له سيت اتريبيوت الدايركشن بالداير اللي هيجي بمنتهى البساطه. طب الفانكشن دي هتشتغل امتى؟ محتاج انا اشغلها، هاجي لصفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال، هنحط مثلا هنا اختيارين عربي وانجليزي مثلا في ال اي. ممكن نحطها فين ماشي جنب البرودكتس هنا بمنتهى البساطه في اي مكان يعني، نحطها في الاول خالص كده. اقول له هنا كده عندي ال اي فيها ايه، والاي دي هيكون واخدة او من غير خالص ايه. اقول له هنا لانج، او هنا اي ار، واحد كمان قصدي اي ان واي ار، اي ار واي ان بالشكل ده. وهنا هديها اي دي اسمه اي ان لانج، وهنا اي دي عشان لما ادوس عليها يحصل الفانكشن تشتغل يعني اي ار لانج بالشكل ده. وهاجي اقول له بمنتهى البساطة عندنا في السكريبت همسك هنا طبعا الحاجات الخاصة باللانجوج هحطها هنا، اللانج دايركشن. همسك اقول له ليت الاي ان بيساوي ال دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اي ان لانج. ونفس الكلام اي ار لانج، وهنا الاي ار بمنتهى البساطة. و والله لو عمل اي ان دوت اد ايفنت ليسنر، لو داس كليك على ال اسمه ايه ده الاي ار، هيعمل ارو فانكشن بمنتهى البساطه، او الاي ان هقول له ارو فانكشن انده لي الفانكشن اللي اسمها تشينج لانج، وبعت لها الى الاتريبيوت اللي اسمه لو هو اي ان يبقى ال تي ار، لو هو اي ار يبقى ار تي ال. هنا الاي ار بالشكل ده بمنتهى البساطه. شكرا على كده. تعالوا نجرب الكلام ده. هعمل هنا ريفرش، انا دلوقتي اوتوماتيك عندي الاي ان والاي ار لو حد شايفهم يعني. خلينا نجيبهم كده الايديهات اللي هو اي ان لانج واي ار لانج. خلي لي الكالر بتاعهم يبقى اللون الابيض، وخلي لي شكل الماوس بتاعهم كاني هدوس عليهم بالشكل ده وهعمل ريفرش. تمام جدا. هدوس على الاي ان قام حط لي الدايركشن ار تي ال زي ما هو عادي خالص. هدوس على الاي ار حط لي الدايركشن ار تي ال وعكست الموقع كله. المفروض لما اجي اعمل ريفرش بما اني دخلت قبل كده كيوزر، المفروض الموقع يفضل على اخر حاله ليه اللي هو الاي ار. هعمل كده ازاي؟ محتاج بعد ما تيجي تسيف هنا تحول الدايركشن، محتاج تقول له اللوكال ستورج تسيف يعني اخر حاجه عندك ان اللانج دايركشن كانت في الاخر بالدايركشن ده. واول لما تفتح الصفحه، اول لما يفتح السكريبت نفسه مثلا في اي مكان فوق خالص، تشوف اللانجوج
تشوف اللانجوج بتاعتك. بمعنى هقول له في حالة اف ان اجيب اول حاجة اللوكال ستورج ليت جيت لانج بالشكل ده. هجيبها ازاي؟ هقول له لوكال ستورج دوت جيت ايتم اللي اسمه سميته ايه تحت خالص، اللانج داير بالشكل ده. هاتهولي. او بقول له في حالة ان في جيت لانج اصلا في الاول خالص، هل في جيت لانج؟ والله لو في جيت لانج يسأل تاني هل جيت لانج ده اصلا، جيت لانج ده بيساوي ال RTL. لو هو RTL انده للفانكشن اللي اسمها تشينج داير اللي هي تحت خالص وايه، وبعت لي ال RTL ده او بعت لي الجيت لانج. لو لا انده لي التشينج داير وبعت لي ال LTR. بمنتهى البساطه هسيف كده واعمل ريفرش اوتوماتيك. في الاول كان انجليزي احول عربي. بص على الابلكيشن، بص على الابلكيشن هنشوف هل في اتضاف جديد اللي هو العربي. دوست هنا ضاف لي فعلا الار تي ال. عملت ريفرش لسه زي ما هو ار تي ال. ليه عرف منين؟ لان جه هنا فوق خالص مسك اللانج داير. هل في لانج داير؟ اه في. طب هل اللانج داير ده بار تي ال؟ اه فعلا كان بار تي ال. خلاص انده لي الفانكشن اللي تشينج داير دي، روح للفانكشن وبعت لها الار تي ال. بتعمل ايه؟ بتمسك ال HTML وتحط له الدايركشن ار تي ال، فاوتوماتيك بقى خلاني الار تي ال بالشكل ده. رحت بقى على اي صفحه، انا خلاص انا مسيف فكره الار تي ال عندي اهو، ما زال ار تي ال لكن ما اشتغلش على الصفحه دي. ما اشتغلش على الصفحه دي ليه بقى؟ لان انا مش مرن السكريبت ده في كل مكان، مش مرن السكريبت ده في كل مكان. هنعمل ايه؟ هناخد السكريبت ده ونحطه في صفحه لوحده اهو. هنعمل كده سكريبت، هقول له lang dir دوت جي اس، واللانج داير دوت جي اس ده هيشيل كل الليله دي. هيشيل اول حاجه الحته دي كلها كده هنا كده، ونفس الكلام هيشيل الليله اللي فوق كلها عشان ترن في كل الصفحات بالشكل ده. ومحتاج انت تعمل انكلود لللانج داير ده في كل الصفحات. بس كده صح. تيجي بقى كده تقول له مثلا هنا كده، تحطه في اي مكان بقى بعد اليوزر قبل اليوزر مش هتفرق كتير. سكريبت سورس جي اس سلاش كان اسمه ايه، لانج داير بالشكل ده، وهحطه في صفحة الاندكس. طبعا تمشي في كل الصفحات. والكرييت برودكت بالشكل ده، ايديت برودكت بالشكل ده. ومحتاج طبعا تضيف الاي ار والاي ان في الناف بار برضو في كل الصفحات بالشكل ده. هاجي صفحة الاندكس، ادي سكريبت، هاجي لصفحة اللوجن نفس الكلام. اللوجن هيشيل برضو ان انت ممكن تحول اللوجن لعربي او انجليزي. كده كده اللوجن والريجستر في نص صفحة فمش هتفرق قوي، فقشطة يعني ممكن تحطه او ما تحطوش براحتك اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، فين راح فين اهو. هاخد ده كده كوبي، ماي برودكتس لانج داير تمام، بروفايل اوكي، ريجستر تمام جدا. ناقص بس ان انت تجيب من صفحة الاندكس الاتنين ال اي اللي انت ضفتهم جداد دول، تحطهم في كل الصفحات برضو. حطها في صفحتين وانت بقى تحطها في كل الصفحات عشان ما نضيعش وقت. حطيتها في صفحة الكارد ديتيلز، وحطها مثلا في صفحة ال ماي برودكتس مثلا عشان اقدر اغير اللغة من اي مكان انا كنت فيه. اي مكان اقدر اغير اللغة بتاعتي. اعمل ريفرش. هنا طبعا هنا في غلطة، ان في صفحة اللوجن والريجستر هتضيف الاي ان والاي ار عندك هنا اهو. طبعا عادي خالص تمام. الموقع بتاعي اتحول 100 بس في مشكلة هنا، ان الحتة دي مفروض تكون البرودكتس نفسها يكون فلوت رايت. هو الدايركشن بار تي ال تمام. هو مشتغلش ليه؟ لان انت محتاج للاسف برضو هتيجي على الستايل اللي هو الار تي ال ده وتضيفه برضو في كل صفحات. الصفحة دي اسمها ايه؟ اسمها ماي برودكت. هروح للماي برودكت واضيف الستايل اللي اسمه ار تي ال ده بمنتهى البساطة. ادي لينك ستايل اسمه سي اس اس ستايل ار تي ال، وهسيف كده واعمل ريفرش الاقي الدنيا سكينة في الحلاوة الحمد لله. رحت للشوبينج كارت الصفحه الرئيسيه، خلاص هو الموقع عربي. عرف منين؟ ان انا مسيف في اللوكال ستورج العربي وبنده السكريبت في كل الصفحات. رحت لصفحه الفيفوريت هلاقي الموقع عربي برضو، بس ناقص ان انت
تنكلود السكريبت بتاعك ده او الستايل الار تي ال ده في كل الصفحات، اللي هو بالشكل ده. احطه هنا كده، واجي هنا احطه برضو نفس الكلام في الصفحة دي، واجي لصفحة الكارد برودكت او الكرييت برودكت ايا كان، وصفحة الفيفوريت، وكل صفحات بقى خلاص هعتبر نفسي ان انا عملتهم. اعمل ريفرش اهو، الاقي الدنيا فعلا شغالة 100 100. ناقص تعدي انت بقى على، في هنا غلطة، كان نوت ري بروبرتي. ايوه طبعا، ليه؟ عشان انا في صفحة دي صفحة ايه؟ دي صفحة الفيفوريت. هل انا ضفت؟ اه طبعا ما ضفتش ال اي بتاعت الخاصة بتاعت الاتنين اللي هم دول. طبعا هعتبر طبعا ان انا ضفتهم في كل الصفحات برضو. لازم تضيف كل ال اي في كل الصفحات. هعتبر ان انا عملت كده. هو ما خدتهمش كوبي ولا ايه؟ مالك يا عم؟ في اهو كوبي، وصفحة الفيفوريتس هم هنا اهو. تمام جدا. وهروح هنا اعمل ريفرش، هلاقي تمام اشتغل. دوست على الاي ان اشتغل الاي ان بتاعتك، دوست على الاي ار اشتغل الاي ار. 100 100 مفيش اي مشكلة الحمد لله. فهمنا فكرة ازاي تعرب الموقع بتاعك تخليه دايركشن ار تي ال ولا ال تي ار. طيب فكرة بقى اللغة، فكرة الكلام نفسه. عندك حاجتين. فكرة الكلام نفسه، هنعمل فكرة الكلام طبعا في الرياكت الدنيا هتوضح 100%، بس انا هقول لك الفكرة بتاعتها بمنتهى البساطة. الفكرة بتتم ازاي؟ ان انا مثلا دلوقتي دوست على الاي ان، فايه اللي بيحصل؟ انا ببعت ريكوست للسيرفر، اقول له انا بعت اللانجوج بتاعتي بقت باي ان، فالباك اند هياخد الاي ان دي، ينده المنتجات بتاعته. مش المنتجات دي جايه من الداتابيز، مالكش دعوه، انت مش هتعربها. هو الباك اند اللي بيعمل الكلام ده. الباك اند هو اللي بيعمل الترجمه بتاعه الكلام. فاللابتوب ايتم ده هيبقى مثلا بالعربي، اللابتوب مثلا بالكمبيوتر بالعربي ايا كان، هيترجم لك الكلام ده. حلو الكلام. وبعد كده في الريسبونس وهو جاي، انت مش هتعمل حاجه. ما يعني اللي عليك كله اللي هو ان انت هتبعت ريكوست للباك اند، تقول له انا ريكوست للسيرفر، ان انت تقول له انا بعت اللغه خليتها باي ار، فهو بقى هياخد الاي ار ده يترجم لك الدنيا كلها بشويه فانكشنز هو عاملها، ويرجع لك تاني الريسبونس بيكون في نفس الكيز، بمعنى في نفس الكيز بتاعه الابلكيشن او بتاعه اللوكال ستورج بتاعتك. اللي هو مثلا لما يرجع البرودكتس مثلا بالشكل ده، هيكون في كي اسمه تايتل، بس المره دي مش هيشيل الانجليزي ده، هيشيل عربي. يعني الديسكريبشن بدل لورم ابسون هتترجم بالعربي، مش عارف السايز بدل ما هو لارج هيبقى كلمه كبير بالعربي، التايتل هيدفون هيبقى سماعه بالعربي. انت مش هتعمل اي حاجه. انت كده اصلا بتنادي، انت كده بتنادي على التايتل، وبتنادي على السايز، ومش عارف بتنادي على التايتل، وبتنادي على الديسكريبشن وكل حاجه هنا. فالكي هيفضل زي ما هو، زي ما انت بتنادي، مش هتغير اي لوجيك ولا اي كود. اوتوماتيك هتبقى باللغه العربيه. عرف منين ان انت بعت اصلا ريكوست والريسبونس رجع باللغه بتاعتك؟ عندنا ان شاء الله في الرياكت هنعمل الفكره دي بمنتهى البساطه. عندنا حاجه اسمها رياكت لوكاليزيشن، دي هنستخدمها ان احنا نترجم الكلام بتاعنا اللي هو الاستاتيك ده. نترجم الكلام اللي هو الاستاتيك ده بمنتهى البساطه. طب لو انت عايز تترجمه كجافا سكريبت دلوقتي هتعمل ايه؟ قال لي عندي مكتبه اسمها اي 18 ان. دي مكتبه ممكن تبص عليها، تسيرش عليها. بس دي طبعا محتاجه يكون عندك خبره شويه في الجيكويري. مكتبه اسمها اي 18 ان. اي 18 ان دي بمنتهى البساطه بتعمل لك الفكره دي، ان انت بتعمل فايل مثلا للعربي، الحاجات الثابته دي مثلا الفيفوريتس، تبقى كلمه الماي فيفوريتس اللي هي المنتجات اللي انا عملت عليها اعجاب وكده، والماي برودكتس المنتجات الخاصه بيا، وهكذا. بيحول لك الكلام ده. تعمل انت فايل اي ان جيسون مثلا، تكتب فيه كل الكيهات بتاعتك، مثلا برودكت يبقى برودكت بالانجليزي. هتروح لصفحه يعني هيكون عندك فايلين هنا كده، هيكون فايل اسمه اي ان دوت جيسون واي ار دوت جيسون. تروح لصفحه الاي ان دوت جيسون تكتب الكيز كلها بتاعتك وبالانجليزي، وبعد كده تيجي لصفحه الاي ار دوت جيسون تكتب الكيز بتاعتك كلها بالانجليزي. مكتبة اسمها اي 18 ان بالشكل ده، جافا سكريبت بالشكل ده. ممكن تبص عليها، ممكن تلقي نظرة عليها، وان شاء الله برضو هيكون لنا لقاء معاها بإذن الله لما نقدم شوية كده ونعرف الدنيا بتاعتها. زي ما بقول لك اهو، بتعمل كده فايل جيسون،
يكون فيه الفاليوز بتاعتك مثلا بالشكل ده، وبعد كده بتعمل ريكوست بالجيكويري تقول له انا عايز اجيب الفايل بتاع الجيسون ده، وبعد كده بترجم الكلام وابعت الكلام ده لل HTML بتاعتي والكلام ده. ممكن تبص بس عليها الى حين ان احنا ان شاء الله لما نجيلها، بس دي الفكره بتاعتها بمنتهى البساطه. كلام جميل. ناقص اخر حاجه عشان ما انساش، اللي هي صفحه الماي فيوز. ممكن اسيبها لك تاسك، بس ممكن نقول فكرتها بمنتهى البساطه. الماي فيوز دي ايه هي؟ الماي فيوز بمنتهى البساطه هي فكره ان انت شفت المنتج، بمعنى ان انا دلوقتي مثلا دخلت على الهيدفون ده، انا كده خلاص عملت فيو للمنتج بتاعي، عملت فيو للمنتج، شفت المنتج ده، فخلاص فاوتوماتيك اول لما اخش للصفحه اسيف في اللوكال ستورج الايتم ده، اسيفه عندي في اللوكال ستورج بمنتهى البساطه. وهيكون في صفحه هنا اسمها الماي فيوز، هخش عليها تعرض لي الفيو بتاعي، تعرض لي كل الايتمز اللي اتحطت في الماي فيوز. اعتقد سهله عملناها. اعتبرها صفحه فيفوريت مثلا، اعتبرها صفحه الفيفوريت، ان انت لما تيجي تدوس على كده يجيب لك الايتم ده يحطه في الماي فيفوريت عندك في اللوكال ستورج. انت لما تيجي ايه اللي هيحصل؟ هتعمل ايه؟ هتمشي بالسيناريو الاتي. اعتبرها تاسك برضو معاك عشان عملناها كذا مره، حاول تعملها انت لوحدك بقى. هتدوس على الهيدفون كده، دخلت جوه الصفحه دي، وانت في الصفحه بتاعه الكارد ديتيلز، وانت في الصفحه اللي هي الكارد ديتيلز دي، فين الكارد ديتيلز دي بمنتهى البساطه. هتيجي هنا تعمل ايه؟ هتقول له لوكال ستورج دوت سيت ايتم البرودكتس نفسه اللي هو فين اللي انت ماسكه اللي هو ده البرودكت ديتيلز ده، هتسيفه عندك في اللوكال ستورج في كي اسمه مثلا ماي فيوز ولا حاجه. بس خلي بالك ده اوبجكت، انت هتخليه اري، يعني هتقول له كده لما يتحط في اللوكال ستورج تحطه في اري بالشكل ده، تقول له برودكت ديتيلز بالشكل ده اللي هو ده، هتسيفه عندك هنا كده في اللوكال ستورج بتاعتك، واللي بعده هيتسيف برده بعديه وهكذا. وبعد كده هتعمل صفحه اسمها ماي فيوز بالسكريبت بتاعها، اعتبرها زي صفحه الماي برودكتس، وهتاخد الكود ده زي ما هو تحطه في الصفحه الثانيه، وشكرا على كده. بس بدل ما بتنده البرودكتس بتاعتك هتنده بقى الكي اللي اسمه ماي فيوز. اتمنى يا رب يكون فكره الماي فيوز واضحه، هي زيها زي ماي برودكتس، حاول تعملها بنفسك وان شاء الله بسيطه جدا. كده اعتقد وصلنا لنهايه التطبيق بتاع الجافا سكريبت بتاعنا. ان شاء الله تكون رحله كويسه بالتسع فيديوهات او الثمان فيديوهات اللي احنا عملناهم، اعتقد 9. وباذن الله تكون استفدتوا منها. عملنا معظم الحاجات، عملنا صفحه البروفايل، عملنا اللغه بتاعتنا وفهمنا فكرتها، عملنا صفحه المنتجات، صفحه الماي فيوز بتاعتنا، عملنا ريجستر ولوجن ولوج اوت، وعملنا كرييت برودكت وايديت برودكت وديليت برودكت، وعملنا اد تو فيفوريت واد تو كارد وفلتر، واعتقد وعملنا سيرشنج وكل حاجه يعتبر الخاصه بالشوبينج كارد او كنظام اي كوميرس سيستم بمنتهى البساطه. ان شاء الله الخطوه الجايه او التطبيق اللي جاي، قلنا تطبيق على الاو او بي، جافا سكريبت او او بي. هنعمل مسابقه بسيطه كده اللي هي حل اسئله ونمشي ازاي بطريقه الاو او بي باذن الله. ان كان لينا عمر ان شاء الله هيكون الخطوه اللي بعديها نبدا في فيديو واحد بس هشرحه جيكويري، فيديو واحد بس فيه كل الحاجات المهمه. الناس ممكن تهاجمني في النقطه دي، ليه هتعمل جيكويري يا باشمهندس وايه لازمتها وبتاع؟ والله لسه في ما زال في شركات شغاله بالجيكويري. هتقول لي طب انا مش رايح الشركه دي. هقول لك مثال، انا اتحطيت في شركه فعلا كانت شغاله بالجيكويري بس. ليه حصل كده؟ عشان هم بادئين من سنين كانوا معتمدين على الجيكويري، فالموقع بتاعهم اعتبره كان موقع زي الفيسبوك، وكان موقع كبير جدا جدا جدا، هعتبره زي الفيسبوك. بس الفكره ان انت دلوقتي عايز تغير كل الموقع ده، مثلا تعمله بالرياكت او بالانجلر او بايا كان فريم ورك جديد. ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تعمل ريفاكتور لكل الكود ده او لكل ده، طبعا انت كده هتقعد وقت كتير جدا مع ان الموقع شغال، كده هيحصل مشاكل. فلازم نكمل على الموقع اللي هو الجيكويري بحيث ان هو شغال والعملاء شغالين عليه، نكمل اللي هو الجيكويري، ولما يجي وقت فاضي او مثلا ساعه او ساعتين في اليوم نشتغل على الريفاكتور بالفريم ورك الجديد. ده الصح. طب هو السؤال، هو انا اروح للشركه دي يا باشمهندس اروح عليه اصلا؟ فرضنا ان انت سيناريو مثلا انت عمال تقدم لشركات كتير جدا وفي الاخر مفيش غير الشركه دي هي اللي قبلتك، هتقول لا. ما ينفعش اقول للشغل لا، ما ينفعش اقول للشغل لا. فانا لازم اذاكر جيكويري، فانا من دوري انا هيكون هعمل فيديو واحد بالظبط، هو ساعه او ساعه ونص او ساعتين،
لا من كل حاجة مهمة في الجيكويري وشكرا. لا من كل حاجة في الجيكويري وشكرا بإذن الله. يبقى أنا عملت بفضل الله، عملت اللي عليا، وأنت كمان عملت اللي عليك، إن أنت الجيكويري معاك في السي في وشكرا. في شركة اشتغلت بيها، أنا معايا الحمد لله الجيكويري، مفيش شركة اشتغلت بيها، أدي خبرة معايا ما فيهاش أي مشكلة. تمام؟ إن شاء الله تكون الفكرة وضحت. بس كده خلاص. يا رب يكون لسه الفيديوهات بتاعت التطبيق ده واضحة، وإن شاء الله أشوفكم بإذن الله في الفيديوهات الجاية. يا رب يا رب. أي خطأ مني ومن الشيطان، وأي توفيق فمن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.